النهارده معانا الاستاذ محمد، بقى له 3-4 سنين بيشتكي بوش وطنين في الودن الشمال. حقنا له قبل كده مرتين خلال اسبوعين، النهارده الحقنه الثالثه. الحقنتين اللي فاتوا كانت النتيجه بتاعتهم بفضل ربنا 80% من على لسانه، صح يا استاذ محمد؟ مظبوط. النهارده هنحقن الحقنه الثالثه. ناس كتير جدا بتبقى قلقانه من الحقن. هو قدامي اهو بالظبط، احنا قبليها ب5 دقايق او 3 دقايق عملنا له خلصنا. ايه رايك يا استاذ محمد؟ حسيت باي حاجه؟ لا، الامور في بسيطه ألم؟ جدا، مفيش الم. الامور بسيطه جدا. الزن او ضنين الاذن بعد الحقنه الثانيه يعني اصبح تحت الكنترول، يعني في كنترول جامد على الموضوع بعد الحقنه الثانيه. قبل ما احقن كانت الامور يعني فقدان في التركيز بطريقه غير عاديه. كان في الم في الحقنه؟ لا. كان في وجع؟ الامور بسيطه جدا، لا الحمد تتعدى يعني شيء بسيط جدا، يعني ما ولا كأن في اي شيء الحمد لله. الم او اي حاجه. ما الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ان شاء الله الحقنه الثالثه احنا عملناها، اما هتجيلي كمان اسبوع نقول النتيجه بتاعتك ان شاء الله. الحمد لله على سلامتك. تسلم يا دكتور. تسلم. السلام عليكم. مركز جراحات الشخير، وزي ما بنقول دايما من فضل ربنا علينا من نجاح لنجاح. النهارده الحقيقه معانا الاستاذ محمد جاي لي بطنين ووش في الودن بقاله 4 سنين. خلينا نتفق الاول ان طنين والزنه والوش والصفاره للودن من اصعب الحالات اللي ممكن طبيب الانف والاذن يشوفها وياخد قرار يعمل معاها ايه. عشان كده ان احنا اخر حلولنا في طنين ووش الودن هو حقن الودن. الاستاذ محمد الحقيقه جربت ادويه كتير طبعا طول فتره ال4 سنوات. اكيد. رحت لطبيب قبل كده واعطاني ادويه، بس ما كانش في نتيجه يعني بالمره، لدرجه ان هو قال لي ان ما فيش علاج لها بالمره نهائي. لكن لما جيت للدكتور هشام وعن طريق الحقن. احنا حقنا مرتين في خلال اسبوعين، صح كده؟ مظبوط. في خلال اسبوعين حقنا حقنتين. انا عايز اعرف بعد الحقنه الاولانيه التحسن كان كام في المية؟ حسيت بتحسن، حسيت ان في رد فعل من الجسم، في تأثير من الجسم بدأ يظهر. تمام. حسيت ان بعض الالتهابات او يعني حسيت يعني بردة فعل في راسي ان يعني الزن او الضنين ده يبقى تحت الكنترول. حسيت ان بقيت بحس بهدوء من ناحيه الضنين في الايه، في صوت الوشه نفسها، في صوت الوشه نفسها. حسيت ان هي بقت اهدى بكتير. وبعد الحقنه الثانيه اللي احنا حقناها من اسبوع وانت لسه جاي لي النهارده حسيت ان في كنترول اكتر. كام بقى في المية؟ يعني تقريبا 80-85%. 80-85% التحسن يعني في صوت الوشه نفسها. في صوت الوشه نفسها. كان الوش عندك طول النهار وطول الليل؟ طول النهار وطول الليل مع الارهاق كان بيكون شيء غير طبيعي. كويس. ال85% دول عباره عن ايه؟ يعني عباره عن الصوت او ارتفاع الوش قل، ولا في فترات ما بقاش فيه وش خالص؟ انا عايز اعرف. لا، صوت الوش قل. صوت الوش قل. تمام. ولما ابقى مثلا هو مع الارهاق الزن شويه. مع الارهاق الزنه موجوده بس تحت الكنترول، يعني ما عادتش مش عامله مشكله. مش مزعجه زي الاول. كويس جدا، ممتازه. تمام. لما بقوم من النوم وبقوم من فتره مثلا فيها ببقى مريح فيها، بتكون تقريبا يعني شيء غير ملموس. كويس. احنا لسه حقنين الحقنه الثالثه ما كملناش دقيقتين. انا عايز اعرف احكي لهم احنا بنحقن ازاي من اول ما بتخش تقعد على الكرسي لغايه ما اقول لك قوم اتفضل روح. الحقن بسيط جدا، لا يتعدى 30 ثانيه، يعني اللي هو المخدر الموضعي. تمام. ابره الانسولين على ما اعتقد. بالظبط. بسيطه، لا يتعدى 30 ثانيه، ولا كانك بتحس باي شيء. ناس كتير بتسالني انت لما بنحقن هينفع نحقن ونمشي؟ هينفع نحقن ونسافر؟ هينفع نحقن ونروح على رجلينا؟ الامور بسيطه. انا طالع من هنا هسافر 2 ساعة سفر، والامور بسيطه جدا. يعني انا مبسوط ان الامور بسيطه الحمد لله. وفي الاول والاخر يعني اخذ بالاسباب ونشوفها من عند ربنا. على فكره انا في اخر حاجه هقولها، الحمد لله الاستاذ محمد اتحسن، والحمد لله تحسن مرضي جدا ليا وليه. ولكن زي ما بقول دايما الحقن
ما هواش علاج نهائي، لان موضوع الوش موضوع صعب جدا. وانا لما باي حد بيسالني وبقول لاي حد بقول له جمله بتاعتي ثابته: احنا بنحقن وبنعمل اللي علينا، واحتمال كبير جدا الودن تستجيب للحقن وتتحسن، وممكن ما تتحسنش. ده اللي انا قلته لك اول ما جيت. مظبوط. وحضرتك قلت لا احنا هناخذ بالاسباب ونتوكل على الله ونشوف النتيجه ايه. صح. مظبوط. بس ده اللي احنا بنقوله. مظبوط. عشان احنا ما بنعملش حاجه غير طبيه، ولا بنعمل حاجه ما حدش، لا الكلام ده كله موجود في الكتب، والكلام ده كله الناس بتعمله، ولكن النتائج بتعتمد على استجابه الجسم واستجابه الودن للمره الالف. الحمد لله على سلامتك يا استاذ محمد. وهنصور معاك ان شاء الله اللي احنا بنعمل كورس الحقن بتاعنا 5 حقنات في خلال، يا اما بنعملهم في خلال يعني اسبوعين بيبقى مكثف كل اسبوع مرتين، يا اما كل اسبوع مره. هو بيجي تقريبا كل اسبوع مره. فاحنا قدامنا ان شاء الله حقنتين كمان غير النهارده، وهنصورك ان شاء الله اخر مره باذن الله. على الحمد لله على سلامتك. تسلم.